الناس كتير كانت حابه تشتري وحدات سكنيه في الشيخ زايد، وكانت الاسعار عاليه جدا ومش لاقيين وحدات اصلا. تعالوا اقول لكم نقدر نشتريها فين دلوقتي. انا معز سليم من شركه ساري في الريل استيت. هكلمكم النهارده عن شركه نايا ديفلوبمنت. نايا ديفلوبمنت صاحبها استاذ شريف الحلو، عنده اكتر من مشروع ساحلي زي ايه؟ زي مارسيليا بيتش 1 و2 و3، ومؤخرا نزل بنايا باي في الكيلو 211 راس الحكمه. نايا ديفلوبمنت لما فكرت تنزل في القاهره نزلت في نيو زايد. نيو زايد بقطعه ارض مميزه جدا اللي بيتقال عليها العاصمه السياحيه الجديده. فين؟ في الكيلو 74 على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، بقطعه ارض مميزه مساحتها 140 فدان متقسمه لاثنين، 70 فدان فيلات و70 للشقق. وزي ما قلنا ان قطعه الارض مميزه ليه؟ لقربها من متحف المصري الكبير ومن وصل الدهشور ومن مدينه الانتاج الاعلامي ومول مصر ومطار سفينكس وغيره، فاللوكيشن بتاعها مميز جدا. استشاري هندسي شركه ار ام سي. شركه ار ام سي هي اختصار لشركه رأفت ميلر كونستراكشن. عملت ايه قبل كده؟ عملت زون 1 وزون 2 في مدينتي، سودك ايست تاون، سودك ويست تاون، ومول مصر، ومستشفى 500 ومثلث ماسبيرو. الخدمات اللي بيقدمها لنا الكومباوند زي مدرسه انترناشونال، عيادات على اعلى مستوى، بيزنس اريا، ووتر فيتشرز ولاندسكيب كوميرشال، كلها هتبقى براندات. تايبس المتوفره عندنا من تاون هاوس وتوين هاوس وستاند الون. المساحات بتبدا ستارت من 195 متر لحد 465. انظمه السداد 5%، 5% ده بعد 3 شهور على 9 سنين. المينتنس 8%، الدليفري 3 سنين ونص. واكيد لو حابين تستفسروا عن معلومات اكتر كلمونا على الرقم اللي هيظهر لكم على الشاشه.